بعد مقتل بطلنا جوي عن طريق بعض أفراد عشيرته بتحدث المعجزة وبيعود للحياة مرة تانية، ولكن المرة دي كان بيمتلك قوة وطاقة عظيمة. والآن سنشاهد رحلة انتقام جوي من القتلة. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ هو ده بالظبط اللي هنعرفه في بداية الحكاية. ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وكمان تعمل لنا لايك الفيديو ده واشتراك في القناة علشان توصلك كل اللي جاي. وكمان حابب افكرك اننا عندنا قناة اسمها انمي رايق بنزل عليها كل الفيديوهات الحصرية والانميات الحصرية اللي بتنزل اول باول. روح هناك هتلاقيني سايب لك اللينك في الوصف وكمان في اول كومنت. روح فجر الدنيا هناك، لايكات واشتراكات وبتاع وكلام من ده. ويلا بينا نبدأ في حكايتنا النهارده. بتبدأ قصتنا في احد المناطق التابعة لسلالة ياو تيان، وتحديدا في الارض المقدسه. بنشوف 2 من القتله بيرموا جثه شخص ما من فوق المنحدر وبيسيبوا المكان وبيهربوا، ولكن بعد ما بيمشوا بتظهر طاقه كبيره جدا في المكان. بنسمع صوت شيطاني بيضحك وفرحان ان هو اخيرا اتحرر. الشيطان بيلاقي جثه الشاب قدامه وبيقرر ان هو ينهي كل طاقته ليه علشان يحمل الطاقه من بعده، وبسبب الطاقه دي الشاب بيرجع مره تانية للحياه. الشاب ده يبقى جوي دول من عشيره لونج، بطل قصتنا النهارده. جوي بيصحى وبيبقى مش عارف اذا كان ميت ولا عايش، ولكن بعدها بيحس بمقدار الطاقة اللي جواه. بنرجع بالزمن شوية وبنعرف ان في زمن بعيد في سلالة من الفضاء الخارجي غزت كوكب الارض. الحاكم بتاع الكوكب قاد جيوشه في معركة قوية جدا لحد ما مات. الذكريات بتيجي في دماغ جوي، وده بسبب الطاقة اللي خدها من الشيطان، واللي بنكتشف ان هو مش شيطان انما هو الحاكم القديم للعالم. جوي بعد ما عرف حقيقة العالم والمعركة بين الشر والوحوش قرر يستفيد من الطاقة اللي عنده دي علشان ينتقم من الاشخاص اللي قتلوه. لكن بعد شوية جوي بيشوف قتال بين قرد صغير وتعبان ضخم، بيقرر يساعد القرد، لكن القرد بيسيبه وبيهرب من المكان، وجوي ساعتها بيخلص على التعبان لوحده. جوي بيفتكر شويه من الماضي بتاعه، وكان دايما بيتعرض للضرب والتنمر، وده لانه كان ضعيف جدا ومن اسره فقيره. بعد شويه جوي بيطلب من القرد المساعده علشان يخرج من المنحدر. فعلا القرد بيساعده، وجوي بيقرر يبقى صديق القرد علشان ما عندوش صحاب. جوي بيرجع المدينه مره تانية، وهناك بيتعرض للضرب من واحده غنيه علشان واقف قدام الحصان بتاعها. جوي بيتعرف عليها هي وصديقها البنت اللي اسمها تشو، وصديقها فانج من اشهر الشباب اللي في المدينة واكترهم غرور. ولما تشو بتحاول تضرب جوي مرة تانية بالحصان بتاعها، القرد بيهجم عليه وبيضربه وبيقلبها من عليه. ولما فانج ورجالته بيحاولوا يضربوا القرد بينط عليهم ومحدش بيقدر عليه. وبعد ما جوي والقرد بيتنمروا على تشو، فانج بيتعصب وبيبقى هيقتل جوي، ولكن شخص ما بيظهر وبيدافع عنه لانه من عائلة لونج زيه. فانج علشان ما يورطش عيلته في حرب مع عائلة لونج بيقرر ينسحب المرة دي. جوي بيرجع يقابل اخته ياير وجده وبيحكي له اللي حصل معاه. الجد بيبقى عنده مهارات العلاج وبيستخدمها علشان يعالج جوي من اصابته. وبمرور الايام الوزير فانج وبنت تشو وصديقها فانج بيبقوا في حقل عيد الميلاد ياو، وده بيبقى واحد من اقارب جوي اللي حاولوا يقتلوه. طبعا ياو بيتصدم لما بيعرف ان جوي لسه عايش وكمان بقى عنده قوه كبيره، والاتنين بيتفقوا على قتله. ياو فانج وتشو بيروحوا لبيت ام جوي وبيعاملوها بطريقه مش كويسه، ولما بتقف في وشهم بيضربوها وبتموت في اللحظه اللي بيوصل فيها جوي، لكنه بيديها حبوب بتنشط قلبها مره تانية. جوي بيهجم عليهم وبيفضل يضرب فيهم كلهم انتقاما لامه. افراد عائله فانج بيظهروا وبيحاولوا يقتلوا جوي، لكنه بيبقى قوي جدا وبيقضي عليهم كلهم بكل سهوله. الوزير فانج كمان بيوصل وبيكون عايز يعرف ايه اللي حصل، وطبعا بيصدق كلام عيلته. جوي بياخد جثه امه وبيحاول يخرج من المكان رغم وجود عدد كبير من الجنود المسلحين، ولكن والد جوي بيحاول يمنعه من الخروج، ولكن جوي بيرفض وبيقول له ان هو من هنا ورايح هو وامه مالهمش علاقه بالعيله دي، لان ابوه بينفذ كلام الوزير فانج بدون حتى ما يعرف الحقيقه فين. جوي بيروح بسرعه يقابل جده وبيطلب منه ينقذ امه، وفعلا بيشربها من ينبوع الحياه علشان ترجع للحياه من جديد. جوي والجد بيفكروا في مكان يفضلوا فيه، واول حاجه بتيجي على بالهم مملكه عائله نانجونج، رغم الخلافات اللي بينهم وانهم مش هيساعدوهم غير علشان الجد وقدرته في العلاج، الا ان فعلا هو ده كان الحل الوحيد. فعلا جوي وجده المقاتل تشيهاو بينضموا للمملكه الجديده، وكمان جوي بينضم للمدرسه هناك. عم جوي بيبقى عنده مرض خطير، حتى الجد نفسه فشل في علاجه، ولكن جوي بيبقى عنده طريقه لعلاجه. جوي بيكون صداقه مع ابن العائله الملكيه في نانجونج، وبيكونوا مستعدين علشان يدخلوا اختبارات الاكاديميه الملكيه. وقت الاختبارات القرد بتاع جوي بيسرق فاكهه من احد التجار، فبيجيب رجالته وبيروحوا علشان يقتلوه. ولما جوي بيطلب من القرد يرجعها ما بيسمعش كلامه وبياكلها على طول، فبيهجموا عليه هو وجوي. ولكن واحده من البنات المسؤولين عن تنظيم الاختبار بتطردهم علشان المكان ده للمتسابقين بس. جوي بيعمل الاختبار الاول وبينجح، وبيدخل على الاختبار الثاني اللي بيكون اصعب شويه،
ولكنه بيقدر يعديه. على الناحيه التانيه بقى كان في واحد اسمه جوان بيحاول يبقى صديق لجوي، وكان رغاي جدا، بيدخل اختبار وبينجح فيه، ولكن بعد ما بياكل علقه محترمه. المرحله الثالثه بتبدا والقتالات بين المتسابقين بتبدا وبتبقى قويه جدا، وجوي بيقدر يكسب في قتال ورا التاني لحد ما بينجح في الاختبار. بعدها بيدخل على الاختبار الاخير اللي بعد ما بيكسبه وهينضم للاكاديميه. وهنا عايز اقول لك يا صديقي قول لنا في الكومنتات قبل ما تكمل معانا الفيديو هل هينجح جوي في انه يكسب الاختبار الاخير ده وينضم للاكاديميه ولا لا، ولكن خليك عندك مصداقيه شويه. بعدها بيخش على الاختبار الاخير اللي بعد ما بيكسبه هينضم للاكاديميه. اخر اختبار بيبقى صعب جدا ولازم يقدروا يصعدوا لمكان عالي مليان اخطار، ولكن جوي هيقدر يصعد لفوق، وكمان بيساعد جوان يكسب معاه وينضم للاكاديميه. جوي بيرجع البيت قبل الانضمام للاكاديميه وبيلاقي مجموعه من الاشخاص ضربوا اتباعه وبيقرر ينتقم لهم، وبينضم له جوان في مهمته دي. جوي بيعرف ان اللي عملوا كده كانوا لصوص وتم القبض عليهم، وبما ان جوي هيروح الاكاديميه بكره مش هيعرف يتعامل معاهم بنفسه، فبيسيب الموضوع ده للمقاتل تشو، وده يبقى الحارس الشخصي للاسره. تاني يوم جوي بينضم للاكاديميه وبيحضر اول تدريبات، وبيكون تدريب صعب جدا عباره عن انه بيشيل صخره ضخمه بايده. بيفضل جوي وجوان شايلين صخور كعقاب ليهم على الرغي بتاعهم ده، وبعد ما بيخلصوا العقاب بتاعهم بيقابلوا ساتو اللي بياخدهم وبيعزمهم على الغداء وبيقرر يبقى صديقهم الثالث. واثناء الاكل بقى بيدخل 3 من التلاميذ الكبار وبيتكلموا عن شخص اسمه شوكان اللي بيكون ترتيبه رقم 10 في طلاب الاكاديميه، لكنه قوي جدا ومحدش بيقدر عليه حتى اللي ترتيبهم اعلى منه. ولما جوان بيسالهم عنه بيقولوا له هتعرف مع الوقت. في احد محاضرات تشينج، ودي تبقى حفيده حاكم الاكاديميه، بتشرح لهم ان ممكن يبقى اي شخص يبقى ملك المدينه ولازم يمر ببعض التحديات الاول. بعدها بيتكلموا عن تدريب جديد في غابه الوحوش بعد 3 شهور، ولازم يستعدوا كويس علشان اللي بيخسر في التدريب ده بيموت. الايام بتعدي والتدريبات بتبقى قاسيه جدا، وتشينج بتاخد بالها من قوه جوي. واحد من التدريبات الصعبه هي محاوله جمع كتب تعليميه بس فيها طاقه بتخليك تطير، وكل اللي بتحاول يوصل لها بيفشل الا ساتو اللي بينجح في التدريب ده وبيمسك كل الكتب حرفيا، وجوي بيستفيد منه وبيقدر ياخد كتاب خاص بفنون قتال معين، ورئيس المكتبه بيقول له ان هو محظوظ علشان معاه كتاب زي ده. واحده من البنات في الاكاديميه اسمها لان بتحاول تتعرف على جوي، لكنه بيرفض بسبب وجود شاب تاني معجب بيها بيتحدى جوي في القتال عليها، وجوي بيتورط في القتال ده بسببها. جوي بيكتشف ان الكتاب اللي خده من المكتبه نادر جدا، والمهاره اللي بيعملها المقاتلين مستحيل ان حد من البشر يحصل عليها من غير الكتاب. بنروح بعدين القتال المنتظر بين جوي والشباب اللي اتحداه، والناس بتبدا تحط رهانات على الفايز، وكل الناس بتراهن على فوز الخصم الا جون وساتو. القتال بيبدا وبيبقى قوي جدا، لكن جوي بيقدر يكسب في القتال اخيرا، ولكن الخصم لما بيلاقي نفسه تعرض للإهانة بيقرر ان هو يستخدم سلاح خارجي علشان يقتل جوي، ولكن جوان بيلحقه بسيفه وبيبدا القتال من جديد. الخصم بيبقى مسيطر وبيكون فاكر ان هو خلاص قتل جوي، لكنه بيتفاجئ ان جوي خرج من وسط الحطام وضربه بكل قوته وقضى عليه. جوي بيخلص القتال وبيلاقي 2 من الشباب متضايقين منه بسبب قوته وبيهجموا عليه، بس ساتو بتدخل وبتمنعهم لان جوي لسه مخلص القتال دلوقتي. تشينج كمان بتوصل وبتضرب الشباب دول وبتقول لهم ان اللي بيقرب من تلاميذها هتكسروه. ومش بس كده، كمان تشينج بتطلب من جوي ان هو يبقى التلميذ الشخصي بتاعها، ولكنه بيفضل يفكر في العرض كتير وبيرفضه. تشينج بتبلغ ملك الاكاديميه واللي هو يبقى جدها، وهو بيضحك لانه مش متوقع ان جوي ممكن يرفض عرض زي ده. تاني يوم الأكاديمية بيكون في تقييم للطلاب الجدد، وبعد مرور 10 أيام ليهم، واللي هيجتاز التقييم بنجاح هيكمل واللي هيخسر هيطرد من الأكاديمية. طبعا جوي بيدخل وبيقرر يجتاز التقييم وبنجاح، وبسرعة كبيرة بتدهش ساعتها كل الموجودين. بعدها بيجتاز باقي العقبات والاختبارات مع باقي الفريق بتاعه، وبيكون أول شخص يعدي من مستويات 3 من الاختبار، وبسبب ده قرر ملك الأكاديمية كلها إن هو يخلي جوي التلميذ بتاعه، ولكنه بيتفاجئ لما بيوصل بأن تشينج خدعته وهتخليه التلميذ بتاعها. جوي بيقضيها تدريبات شاقة مع تشينج، وفي يوم من الأيام بيروح علشان يتدرب، لكنه بيلاقي تشينج في اجتماع مع امير صغير من مملكه تانية وهنعرف قصته بعدين. جوي بيطلب من تشينج تسمح له يخرج لغابه علشان يشارك في تجربه الحياه والموت مع الوحوش علشان يطور من قوته، ولكن تشينج بترفض لان الموضوع ده خطر عليه، وبتقول له ان في مسابقه كمان شهر لاصطياد الوحوش ممكن يشارك فيها بعد ما يطور مستواه في التدريبات. وبعد ما بيسيبها وبيخرج بيلاقي ان الامير اللي كان معاها عايز يتكلم معاه. بنعرف ان الامير ده الثالث للمملكه واسمه يو، ولما الحارس بتاعه بيلاقي جوي ما ركعش للامير بيتعصب، ولكن الامير يو بيفهمه ان جوي يبقى من سلاله عائله لونج وانه في مكانه عاليه وليه حق عدم الركوع. بنعرف ان الامير يو بيحترم الملك لونج، وبيقول لجوي انه لو احتاج اي حاجه يطلبها منه، ولكن في نفس الوقت بيوضح له ان تشينج تخصه، وبيطلب منه ما يقربش منها ويخلي في حدود كده ما بينهم. تاني يوم اثناء تدريبات جوي بتجيله لان وبتقول له يروح معاها بسرعه علشان جوان اتعرض للضرب، ولما بيوصل بيلاقي جوان واقع على الارض وفي مجموعه من الناس نازلين في ضرب فبيوقفهم. بيعرف ان جوان عاكس بنت من البنات وعلشان كده اتباعها بيضربوه. جوي بيطلب منهم يعتذروا لجوان لكنهم بيرفضوا فبيضربهم كلهم. جوي بيروح مشوار صغير مع لان، ولما بيرجع لجوان بيلاقي اخو البنت بيضربه
وبيتضح ان اخوه الامير من سلاله بوين، ولكن جوي ما بيهتمش وبيهجم عليه وبيضربه هو كل اتباعه، بس عددهم بيبقى كبير وبيكون هيعاني معاهم. في اللحظه دي ساتو بيوصل وبيهجموا عليهم هما الاثنين وبيقضوا عليهم. واحد من معلمين الاكاديميه بيوصل وبيطرد الامير ورجالته وبيطمن جوان ان هو هيديله تعويض عن اللي حصل معاه. بالليل الشباب بيفضلوا يحتفلوا، وعلى ناحيه تانية اخبار اللي حصل بتوصل للامير. الاول ان الامير الثالث بوروغ واخته اتعرضوا للاهانه من طلاب الاكاديميه، علشان كده بيبداوا يخططوا للانتقام. تاني يوم جوي بيقابل تشينج وبتبقى عرفت باللي حصل، ولما بيسالها عن سماح الاكاديميه ان الطلاب الاكبر يتنمروا على الطلاب الجدد، فبتقول له انهم طالما ما بيقتلهمش يبقى ده هيعلمهم ويخليهم اقوى. بعدها بتفاجئوا انها وافقت ان هو ينضم لغابه الحياه والموت علشان يجرب لاول مره انه يقتل اعدائه. بيتكلموا عن قائمه افضل 10 في الاكاديميه وانهم كلهم راحوا غابه الحياه والموت ورجعوا منها. جوي بينزل مع القرد للسوق، وهناك بيلاقي القرد عايز ياخد احجار غريبه من شخص عجوز، ولكن جوي بيبقى رافض. بس الراجل العجوز بيقول له ان القرد هو الوحيد اللي عارف اهميه الاحجار الروحيه دي. جوي بيفتكر ان القرد ده من الارض المقدسه واكيد عنده القدره ان هو يشوف الطاقه اللي موجوده في الاحجار، علشان كده بيقرر ان هو يشتريها. بيفضل بقى يفاصل مع التاجر العجوز لحد ما بيستقروا على سعر وبياخد الحجر وبيمشي. بالليل جوي بيكسر الحجر علشان يستخرج الطاقه اللي جواه، لكنه بيلاقيه اتكسر 30 حته وطلع مجرد حجر عادي. بس لما بيفتكر ان العجوز نصب عليه، القرد بيقدر يستخرج الطاقه من الحجر وبيلاقي قوته تعادل 30 حجر طاقه، فبيعرف ان هو عمل صفقه رابحه. واثناء ما القرد بيستخدم الحجر عشان يحسن طاقته بيهجم واحد متخفي على جوي وبيضربه وبيكون هيقتله، ولكن القرد بيساعده وبعدها بيقع على الارض جنبه. الناس من كل مكان في المدينه بيشوفوا الطاقه الكبيره اللي ظهرت، وفي منهم بيقول ان دي طاقه ملك الشياطين القديم. تاني يوم الكل بيتحرك ناحيه بيت جوي لانه بيبقى منهار، وبيبداوا يدوروا عليه تحت الانقاض. بعد وصول كل الرؤساء والطلاب لمكان البيت، بدأ جوان وساتو يدوروا تحت أنقاض البيت على أمل إنهم يلاقوا جوي لسه عايش. للأسف بيلاقوا جثة شخص ما والكل بيبقى حزين جدا، وللأسف الجثة بتبقى محروقة بسبب عواصف البرق، فبيفتكروا إنها جثة جوي. واثناء ما الكل بيعيط، جوي بيخرج من تحت الانقاض وبيقول لهم ان هو لسه عايش وان الجثه دي اللي شخص حاول يقتله. جوي كمان ما بيكونش عارف مين اللي قتل الشخص المجهول ده، وعلشان كده بيدور على القرد الصغير لحد ما بيلاقيه مشغول بالاحجار بتاعته. بنرجع مره تانية لمدبرين المؤامره، وبنعرف ان الشخص المجهول ده هم اللي بعتوه علشان يقتل جوي وينتقم لبوروغ. الامير زين بيبقى قلقان يكشفوهم، ولكن مساعدته الخبيثه بتطمنه ان مفيش اي ادله موجوده عليهم. جوي بعد فترة بيخرج من الأكاديمية وبيروح يزور بيت الأسرة، ولكن عمه بيبقى متعصب جدا لأن جوي خرج من الأكاديمية علشان يجيب أكل للقرد الصغير، وبيطلب منه يرجع الأكاديمية علشان يتعلم في أسرع وقت، وده لأن مستقبل الأسرة متوقف عليه يبقى الملك ويرجع يحكم مدينته مرة تانية. بس العم كلامه بيتغير عن القرد لما بيعرف ان هو من سلالة ملك الشيطان وعنده طاقة كبيرة، وجد بينصحه ان هو يخفي هوية القرد علشان لو واحد من ملوك الأكاديمية شافه هيحاول ياخده. جوي بيرجع الأكاديمية وبيروح علشان يقابل تشينج، ولكن اختها الصغيرة بتفتكره حرامي وبتضربه لحد ما تشينج بتوصل. الغريب اللي بيحصل ان لما جوي بيبدأ يتدرب بيحس بتعب شديد وبيبدأ ينزف، ولكن تشينج بتاخده لجدها علشان يعالجه، لكنه بيطمنها وبيقولها ان هو بيتدرب في اللاوعي الخاص بيه. فعلا جوي بيبقى في منطقة اللاوعي بتاعته بيتدرب وبيحسن مستواه وعايز يوصل لمستوى طاقة جديد، وبمساعدة الجد يعني بيقدر يحسن طاقته وبعدها بيفوق. جوي ما بيكونش عارف الجد وبيتفاجئ لما بيقول له ان هو يبقى ملك الأكاديمية وان هو اللي ساعده لاختراق حقل الطاقة. بعدها جوي بيرجع مع القرد البيت الجديد اللي بيكون أجمل من اللي انهار بكتير، ولكن ما بيضيعش وقت هناك وبيروح علشان يعتذر لاخت تشينج الصغيرة، لكنها بتهجم عليه بالسيف بتاعها وبتعوره، فبيدخل معاها في خناقة تانية. الغريب انها بتكون مع الامير زين اللي بيطلب منهم يحلوا مشاكلهم بالكلام، ولما جوي بيرفض وبيبقى عايز يمشي، زين بيمنعه وبيحصل بينهم قتال، ولكن تشينج بتوصل وبتوقف القتال ده، واختها الصغيرة بتشوف انها جاية في صف جوي فبتطلب منها تبعد وما تقربش منها مرة تانية. بتقول لها الطريقة الوحيدة اللي ممكن تسامحها بيها هي انها تطرد جوي او تقتله. بعد المشكلة دي ما بتخلص وكل واحد يروح لحاله، زين بيروح يقابل الامير الثالث يو، وبنعرف ان زين مقرر يخرج لغابة الحياة والموت وناوي ان هو يبقى رقم 1 في تصنيف افضل 10. بنعرف بقى ان في مؤامرة كبيرة بتحصل بين زين ويو علشان يقتلوا جوي، لان ده هيفيد يورو للتقرب من الحكم. جوي بيرجع لاصحابه وبيكشف لهم ان هو يبقى وريث عائلة لونج، ولكن ما بيكملش كلام عن احوال المملكة كتير، وبيقول لهم انهم لازم يستريحوا علشان هيروحوا غابة الحياة والموت بكرة. الفريق بيروح وبيعرف تعليمات دخول الغابة، واول تحدي بيكون الجسر المائل على النهر، ومعظم المشاركين بيكونوا متوترين الا جوي. وبعد ما بيعبروا الجسر للغابة باقي الطلاب بيودعوهم، وتشينج بتتمنى انهم يرجعوا بعد 3 شهور. جوي بيكون عارف ان في اشخاص هتحاول تقتله، وبالفعل بيبقى شايفهم فوق الاشجار، فبياخد فريقه وبيقضوها
جري في الغابة لحد ما بيبعدوا عنهم. ولما قائد المجموعة بيلاقيهم اختفوا بيطلب من رجالته يدوروا عليهم بسرعة، ولكن جوي بيجاوبهم من فوق الشجر وبيقول له مفيش داعي، ولكن ساعتها بيخافوا منهم وبيقولوا لهم انهم كانوا ماشيين في نفس الطريق مش اكتر. جوي بيفضل يراقبهم وبيسمع كلامهم وبيعرف ان الشخص اللي بلغهم بتعقبه ومحاولة قتله هو زين. ولكن بعد شوية الوحوش والتعابين بتبدأ تظهر وبيهجموا على المجموعة اللي زين مأجرها وبيحاصروهم. بنعرف ان جوي هو اللي رش عليهم مسحوق جاذب للتعابين، وفعلا التعابين بتخلص عليهم بطريقة قاسية جدا. وبعد ما بيخلصوا عليهم جوي وجوان بينزلوا يقتلوا باقي التعابين. جوي بعدها بينفصل عن الفريق علشان يجمع مجموعة من الأزهار، ولكن بيتعرض لهجوم فهد أسد قوي لكن بيقتله. بعدها بيظهر مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق وبيكون هو المتحكم في الفهود وبيهجم عليهم، وبيبدأ قتال قوي جدا وجوي وأصحابه بيقتلوا قطاع الطرق ولكن بصعوبة كبيرة. ساعتها قائد العصابة بيهجم عليهم بنفسه، ولكن جوي بيقدر يقضي عليه بعد معركة قوية. ولكنه لما بيلاقي نفسه هيموت بياخد النمر بتاعه وبيهرب من المكان. القرد الصغير لما بيلاقي ان جوي تعب جدا بيستخدم طاقة الشيطان القديمة وبيطارد ملك قطاع الطرق وبيقتله هو النمر بتاعه وبيرجع بيهم لجوي. مجموعة من الشباب اللي هجموا على جوي رجعوا لقائدهم زين وبيحكوا له عن اللي حصل مع جوي وان تسبب في موت عدد كبير منهم. كمان بيحكي له عن ملك قطاع الطرق اللي كان هيقتلهم ولكن القرد انقذهم، وبيعرفوا كلهم ان القرد من سلالة الشيطان وفي طاقة قوية كامنة. واحد من اتباع زين بيبقى مقنع وشكله خطير بيطلب من افراد المجموعة انهم يرجعوا ويقتلوا القرد ده. بنرجع تاني لجوي وبنكتشف ان ملك قطاع الطرق لسه عايش، ولما ساتو بيقرب منه علشان يقتله جوي بيوقفه وبيقول له يستناه يصحى علشان يعرفوا مين اللي طلب منه ان هو يقتلهم. بعدها بيرشوا عليه شويه ميه وبيصحوه، ولكنه بيرفض يتكلم وبيطلب منهم يقتلوه وبيقول لهم ان هو مش خايف من الموت. جوي بيلاقوا مفيش منه فايده فبيسيبه يموت لوحده وبيطلب من اصدقائه يستعدوا كويس علشان اكيد بعد المعركه دي هيجي عدد كبير من الوحوش. بعد شويه القرد بيقرب من جوي وبيقول له ان في حد تاني بيقرب عليهم، وجوي بيستغرب ان في حد دلوقتي ممكن يكون جاي ناحيتهم. بيعرف من القرد اللي جايين دول هم نفس المجموعه اللي هجمت عليهم في البدايه، لكنهم جابوا باقي افراد العصابه وراجعين ينتقموا. جوي بيحذر اصدقائه وبيقول لهم انهم لازم يمشوا دلوقتي. بيكون عايز يستخدم طريقه تانية للهروب عن طريق ان هم يقربوا من مكان وحوش الغابه علشان يستدرجوا الناس اللي عايزين يقتلوهم لهناك. جوان بيقترح عليهم ان هم يستخبوا احسن بدل ما يعرضوا نفسهم للخطر، ولكن جوي بيوضح له ان هم هيسيبوا اثار وراهم واكيد هيلاقوهم مهما عملوا. جوي واصحابه بيمشوا كتير في الغابه وهو بيقول لهم ان لازم يكون في وحش قريب من هنا، وحش قوي جدا كمان لدرجه ان باقي الوحوش بيخافوا يقربوا حتى من المنطقه. جوان بيبقى مرعوب وبيقول له يعني انت جايبنا لاقوى وحش في المنطقه، لكن ساتو بيرد عليه بيقول له ان هو ممكن يفضل عايش لكن مستحيل يفضل عايش لو جماعه زين وصلوا لهم. فعلا جماعه شان بتوصل وبيفضلوا يفكروا يخشوا منطقه الوحش ولا لا، وفي الاخر بيقرروا ان هم يدخلوا ولو قابلوه هيقتلوه لان عددهم كبير. جوي بيكون مستنيهم اصلا علشان اول ما يقربوا هيصحي الوحش ويسيبه يتعامل معاهم، واول ما بيقربوا منهم القرد بيطلع فوق الشجره وبيرمي طوبه على الوحش وبيصحيه. الوحش بيلاقي رجاله شين قدامه وبيهجم عليهم، وجوي بياخد صحابه وبيهربوا ناحيه النهر. جوي بيحس بإرهاق شديد وعلشان كده بياخد عبوتين من العلاج اللي معاه رغم ان هو ما بيعرفش تأثيره، وتأثير العلاج بيبقى كبير لكن مفيش وقت للاستشفاء علشان جماعة شين بتوصل مرة تانية. ساعتها جوي بيقول لاصحابه ان هم لازم يهربوا وهو هيشتتهم لانهم جايين علشانه، ولكن جوان وساتو بيرفضوا وبيكونوا عايزين يقوموا بالمهمه مكانه لكنه بيرفض وبيطلب منهم يهربوا. جوي بيودعهم وبيمشي مع القرد ورجاله شين بيشوفوه بيطاردوه. رجاله شين بيلاحظوا ان جوي لوحده فبيكونوا مستغربين، ولكن القائد ما بيهتمش وبيقول لهم هنقتل جوي الاول وبعدين ندور عليهم ونقتلهم كلهم. واحد من رجاله شين بيسبقهم ورا جوي لكنه بيلاقي نفسه متحاصر من وحوش سامه وبيسيطروا عليه وبيقتلوه. الغريب ان جوي بيكون مع الوحوش ومحدش فيهم بيلمسه. بعد شويه اصحابه بيوصلوا وبيشوفوه بقايا جثه صاحبهم وبيكونوا خايفين جدا ان هو ممكن يبقى قابل وحش قوي جدا، ويفضلوا مستغربين الوحش قتل صاحبهم ولكن ما قتلش جوي. جوي بيفضل يصطاد فيهم واحد ورا التاني وبيقتلهم كلهم. ولما جماعه شين بيلاحظوا ان هم مش قادرين على جوي بيبعتوا اشاره جويه علشان يستدعوا مجموعه تانية منهم، ومش بس كده دول كمان بيستدعوا عصابه النمور وبيوصل منهم عدد كبير جدا، وقائد المجموعه بيطلب منهم يقتلوا جوي بسرعه. جوي بيشوف الاشارات الجويه بيعرف ان عدد كبير قوي هيجي وراه وهو مش هيعرف حتى يتعامل معاهم لوحده. القرد بينصحه يروح للشلال وهناك في وحوش قويه جدا يقدر يستخبى هناك ويستعين بيهم علشان يقتلوا اعدائه. جوي والقرد بيروحوا يقضوها لعب في الشلال واكل كمان، واي وحش بيقرب منهم بيقتلوه. الليل بيجي والقرد بياخد جوي لكهف ورا الشلال لكن بيكون خطر التسلق لهناك بس ما فيش قدامهم حل تاني. الاثنين بيستعدوا وبيبداوا يتسلقوا للكهف وبيقدروا يوصلوا بس بصعوبه كبيره، ولما بيعدوا الناحيه التانيه من الكهف بيلاقوا زهور روحيه بيستخدموها علشان يحسنوا طاقتهم وبيشفوا الاصابات بتاعتهم دي. ولكن بعد شويه بيلاقوا مجموعه كبيره من الافيال الزرقاء، لكن القرد بيجري شويه وراه وبيسيب واحد
واحد بس لجوي علشان يقتله وياخد طاقته. فعلا جوي بيهجم عليه وبيقتله بالرمح بتاعه، بعدها بيهرب وبيفضلوا بقى يقتلوا في الوحوش ويكسبوا الاحجار الروحيه لحد ما بيحسوا ان في حد بيقرب منهم. بياخدوا استعدادهم وبيستخبوا فوق الاشجار، لكنها بتبقى مجرد بنت بتستنجد بيهم من مجموعه من قطاع الطرق. المجموعه دي بتبقى مجموعه الذئب. بيطلبوا من جوي يسلمهم البنت او هيقتلوه. جوي بيوقف في طريقهم، وقبل ما يدخل معاهم في قتال القرد بيستخدم طاقته القصوى وبيدمرهم كلهم. لكن بعدها بيقول لجوي ان البنت دي مجرد وحش متخفي. البنت بتنكر ده حتى لما ديل الثعلب بتاعها بيتكشف. بتبدا تعيط وبتطلب من جوي يقتلها علشان مش عايزه تعيش الحياه دي. جوي بيصدقها وبتصعب عليه وبيقرر يسيبها عايشه. بنت بتحكي له ان امها لما ماتت وهي كانت لسه مولوده، بعدها ابوها وجدها ماتوا، ما بقى لهاش اي حد، علشان كده الناس كانوا بيضربوها وطردوها من المدينه. علشان كده راحت لغابه الشيطان واستقرت هناك علشان تعيش مع الوحوش اللي شبهها. البنت بيبقى اسمها ميانج، وجوي بيسمح لها انها تنضم له في رحلته. بعد شويه بيلاقوا مجموعه من الاحصنه الشيطانيه، وجوي بيبقى عايز يروضهم، ولكن في نفس الوقت عصابه شين بيوصلوا لجوان وساتو اللي بيحاولوا يهربوا. ولما بيلاقوا ان مفيش مفر بيقرروا يقفوا ويواجهوهم. ساتو بيقاتل بكل قوته هو وجوان، ومحدش بيقدر عليهم، ولكن للاسف عدد كبير قوي وملك النمور كمان بيهجم عليهم بنفسه وبيضربهم هما الاثنين وبيسيبهم لرجاله شين. رجاله العصابه بيعلقوهم في الغابه وبيكونوا على وشك ان هم يقتلوهم، ولكن بيتعرضوا لهجوم قوي. بعدها كره نار سحريه بتظهر وبتحررهم، وبيكون القرد وبيكون وصل هو وجوي وميانج للمكان. بيحصل بينهم قتال قوي جدا، لكن طبعا جوي بيكون اقوى بكتير وبيقدر يقتلهم كلهم. ميانج بقى بتعالج ساتو وجوان وبيكونوا مبسوطين على الاخر علشان بيحبوا البنات جدا. القرد بيسيطر على القائد والمساعده بتاعته وبيفضلوا يتحايلوا عليهم ويسيبوهم عايشين. جوي بيكون على وشك ان هو يقتلهم، بس القائد بيقول له ان هو هيقول له على مين اللي عايز يقتله بس يسيبه عايش. جوي بيتفاجئ لما بيعرف ان يانج مو هو اللي عايز يقتله، وده يبقى اخوه الغير شقيق. بس لما جوي بيرفض بيعرض عليه الخاتم بتاعه، ولكن جوي بيزهق منه وبيرجع يقتله. بيكون فاضل 3 ايام على انتهاء ال3 شهور في غابه الحياه والموت، واخيرا الشباب بيبقوا مستعدين ان هم يخرجوا ويرجعوا الاكاديميه مره تانية. الشباب بيبقوا مش عارفين جوي هياخد ميانج معاهم ولا لا، وهو بيكون مقرر ان هو ياخدها لانه ناوي ما يسيبهاش في المكان ده مره تانية. جوان وساتو بيرجعوا الاول، وجوي بيتعرض لهجوم من اخت شينج صغيره وشين وبيطعنوه شويه طعنات، لكن جوي بيقاتل على قد ما يقدر رغم ان هو بيتصاب اصابه كبيره. القرد بيظهر وبيساعده، لكن جوي بيطلب منه يبعد علشان هو اللي يقتلهم بنفسه. جوي بيدخل في قتال مع شين والبنت وبيقدر يتغلب عليهم وبيقتل شين الاول. البنت بتتعصب على جوي، وده لانه قتل معلمها وبتهجم عليه. شين ما بيقدرش يتحرك وبياخد ضربه قويه جدا، وقبل ما البنت بتقتله اختها شينج بتظهر وبتوقفها عن اللي بتعمله، وبتقولها ان جوي ما عملهاش حاجه وحشه علشان تحاول تقتله طول الفتره دي، وانه لو عمل معاها حاجه وحشه هي اول واحده هتقتله. شين بيبقى لسه ما ماتش ومستخبي في المكان، لكنه بيهرب علشان ما حدش يركز معاه. جوي بيخرج من الغابه مع صحابه اخيرا، ولكن بيحس ان في حد بيراقبه طول الوقت ده، وفي الاخر بيكون حصان شيطاني صغير، وجوي بيقرر يضمه لفريقه. الاكاديميه بقى بتسجل نقط الطلاب، وبيكون شين اكتر واحد محقق نقط لحد ما جوي واصحابه بيوصلوا. صحابه بيكونوا من افضل 5 من طلاب الاكاديميه، ولكن جوي بيبقى محقق اعلى نقط في الاكاديميه وهو صاحب المركز الاول الجديد، وبكده جوي بقى ليه مكانه كبيره في الاكاديميه من اول سنه ليه. بعد ما الفريق بتاع بطلنا جوي بقى ضمن اول 5 على الاكاديميه، جون بيقترح على جوي ان هم يريحوا شويه بعد الخناقات اللي دخلوها دي كلها، ولكن جوي بيقول لهم مفيش وقت للراحه، لازم ندخل المستوى الثالث من الطاقه، وكمان هيحاول يدخل ميانج الاكاديميه. جوي بيدخل غرفة الاختبارات وبيقاتل المقاتلين الخشبيين وبيقضي عليهم علشان يخلص من المستوى الثالث ده. وبعد ما بيخلص المستوى الثالث بيقابل نانجو ابن ملك مدينة نانجوتشي اللي أسرته عاملة معاه تحالف في الوقت الحالي. نانجو بيقول له ان هم فتحوا متجر جديد، لكن الناس بيروحوا يتنمروا عليهم وما بيخلوش الزباين تيجي، وكل ده لان عائلة الذئاب عملوا نفس المتجر وبيحاولوا يكسبوا مكانهم. طبعا جوي بيوعده ان هم هيساعدهم، ونانجو بيكون طاير من الفرحة. جوي بيرجع المدينة وبيقابل اخته يوير وامه، والسبب من الزيارة دي انه بيكون رايح يقدم الازهار الطبيه لعمه علشان يعالجه ويخليه يقدر يمشي من جديد، ولكن بيقول له ان هو كده محتاج جزء تاني من العلاج هيلاقيه في اقرب وقت. بعدها بيقول له على اللي حصل مع نانجو وبيساله اذا كانت عائله الذئب فعلا هي اللي ورا ده، لكن عمه بيفاجئه بيقول له ان عائله جيوران هي اللي ورا ده. العم بيبقى معاه فارس سري بيطلب منه يقتل اللي بيقفله محل نانجو، والام بتطلب من جوي يحل مشكله اخته، ولانها شافتها قبل كده وهي في اوضتها حواليها ظل اسود وشك انها تحولت لوحش. جوي
جوي بيفكر ان اخته عندها دم شيطاني زي ميانج وبيوعد ان هو هيطمنها عليها قريب. بعد شويه بيظهر مقاتل من الظل وبيكون قوي جدا لدرجه ان هو بيقضي على الفارس التابع لعم جوي بكل سهوله. جوي بيبقى عايز يشترك في القتال لكنه بيسمع صوت اخته فتصرخ وبيحاول يشوفها وبيلاقي مجموعه من مقاتلين الظلال بيحاولوا يخطفوها. جوي بيحاول ينقذ اخته لكن مقاتل الظل بيضربه ضربه قويه وبيجيبه على الارض. بعدها بيخطفوا ياير وبيمشوا من المكان. جوي بيصحى بعد فتره وبيعرف ان هو دخل في غيبوبه لمده 3 ايام، وبيعرف من عمه ان رغم القتال اللي حصل بينهم وبين عشيره الظلال الا ان في ملوك فاكرين انهم متعاقدين معاهم. جوي ما بيضيعش وقته وبيحاول يحسن من طاقته علشان ينقذ ياير، وبعدها بيرجع الاكاديميه وبيطلب من نانجو ان هو يحمي امه وصديقته ميانج لو حصل له اي حاجه. واثناء وجود جوي في المدينه بيقابل ياو واحد اخواته اللي كانوا بيحاولوا يتخلصوا منه في اول حلقه لو فاكرين، ولكنه ما بيعملش معاهم حاجه وبيحتقرهم وبيسيبهم وبيمشي، وبيكونوا كلهم هيحضروا رهانات على احجار الطاقه، وياو بيتحدى جوي في رهان على 100,000 قطعه ذهبيه اللي جمع احجار افضل. وطبعا ياو بيقدر ياخد اي حجر يعوزه من المتجر ومحدش بيبيع حاجه لجوي. جوي بيختار قطعة تانية واصحابه بيبداوا يحذروه منها، وده لانها مش شكلها حجر قوي ولا حاجة، ولكن بيبقى واثق من كلامه. في الاخر بعد ما الكل بيجمع احجاره بيروح الوقت الرهان، وياو بيفضل يضحك على الاحجار اللي جوي جمعها. في البداية بيقطعوا احجار ياو وبتكون قوية جدا وفيها طاقة كبيرة، ولما بيقطعوا حجر جوي الاول بيكون حجر عادي ما فيهوش اي طاقة، ولما بيقطع الحجر التاني برضه بيبقى حجر عادي، ولكن لما بيوصل للحجر التالت بيخرج منه طاقة جبارة ما حد شافها قبل كده. ياو بيتعصب جدا واصحاب جوي بيفضلوا يضحكوا عليه، ولكن ياو بيوفوا بعضه وبيدي جوي القطعة الذهبية. بس الامير الصغير اخو جوي الغير شقيق بيتحدى تحدي تاني، بس المرة دي على 1,000,000 قطعة ذهبية. في البداية بيبقوا عايزين وسيط للتحدي، وساعتها بيوصل الامير الاكبر وبيقرر يبقى الوسيط. جوي بيروح يجمع احجاره من تاني، والامير الاكبر بيشوفه بيكون حاسس انه شخص قوي، وفعلا الامير بتاكد له ان هو بقى الاول على الاكاديميه القتاليه وخرج من الغابه بتاعه الحياه والموت باعلى معدل نقط. ساعتها الامير الاكبر بيقرر يساعد جوي في اختيار الاحجار، ولكن جوي ما بيسمعش كلامه وبيختار حجر من دماغه هو. سيد المعبد بيبقى شايف ان جوي بيعرف يختار الاحجار وبيطلب منه يكون التلميذ بتاعه. كل الناس بتستغرب ان السيد يو عايز يجند جوي ويعلمه، وبيكونوا شايفين ان جوي محظوظ جدا. جوي بيرفض العرض وبيقول له انه تلميذ في الاكاديميه وما ينفعش يبقى عنده معلمين من خارج الاكاديميه. بعد ما بيقطعوا الحجر اللي جوي اختاره بيكون حجر عادي، بس جوي بيمسكه بيلاقيه يتحول لحجر نادر جدا، وجوي بيكسب الرهان الثاني على التوالي. واحد من اغنى رجال المدينه بيكون عايز يشتري الحجر من جوي، ولما بيعرف انه امير مملكه لونج بيقول له ان الحراس بقوا ضعفاء جدا لدرجه ان عشيره الظل خطفت اخته من المملكه. واثناء كلامهم بيوصل واحد حقير وبيفضل يقول على اخت جوي انها تحمل دم الشيطان، علشان كده عرفوا مكانها بسهوله. ولكن جوي بيتعصب عليه وبيقول له ان هو بيحاول يشهر باسرتهم وينشر اشاعات انهم متعاونين مع الظلال. الامير الاكبر بيسمع كلام الشخص ده وبيقول له ان هو هيعاقبه علشان كلامه، ولكنه بيفضل يترجاه انه كان زله لسان مش اكتر وما يقصدش اي حاجه من اللي قالها. بنرجع تاني لعمليه البيع، وجوي بيبقى رافض بيع الحجر، ولكن الشخص الغني بيعرض عليه كتاب تعليم الوانج جي النادر اللي ما فيش منه غير نسخه واحده بس. ساعتها جوي بيقبل بالعرض وبياخد الكتاب. الاميره لما بتعرف ان جوي رجع الاكاديميه بتطلب منه تروح معاه، والامير الاكبر بيسمح لها. وهم في الطريق بيتعرضوا لهجوم قوي والشخص بيهجم عليهم، وبنكشف ان هو زعيم النمور. واحد من حراس الاميره بيوصل وبيدافع عنهم كلهم، ولكن زعيم النمور بيطلب منه ياخد الاميره ويمشي لان ده انتقام شخصي منهم، ولكن الحارس بيرفض وبيهجم عليه. بنكتشف من كلامهم ان ده مش مجرد حارس، انما يبقى ابو الامير الاكبر زوج الاميره. ملك النمور بيكون اقوى من الحارس، ولكن ساعتها بيوصل الشخص الغني اللي اشترى احجار جوي وبيضربه ضربه قويه، واول ما ملك النمور بيشوفه في وشه بيخاف وبيهرب. بعدها بيحذرهم وخاصه جوي يفضل في الاكاديميه الملكيه، وده لان ملك النمور هيرجع مره تانية. الاميره بتقول له ان ملك النمور كان جندي قوي في جيشهم، لكنه فقد صحابه في معركه ومات ساعتها وهو انقطع عنهم وبقى قائد النمور. بعدها جوي بيوصل الاكاديميه والكل بيبقى مستغرب ان الاميره رودي ماشيه معاه، خاصه انها اجمل واحده في المدينه. جوي بيحاول يصلح الرمح الملكي بتاعه عن طريق استخدام قوه الوانج جي، ولكنه بيستغرب من النار اللي ظهرت مره واحده والطاقه اللي بدات تمتص دمه علشان تستخدمها في تصليح السلاح. جوي كل اللي بيكون شغله الفتره دي ان هو يحسن من طاقته علشان يقدر ينقذ يوير من عشيره الظلال. جوي بيروح يقابل تشانج وبيقول لها لازم
تبعد اختها عن تشين لانه مخادع ولاعب في عقلها. بعدها بيقول لها ان في ناس من عشيره النمور بتطرده علشان يقتلوه، وهي بتكون مستغربه هو عمل ايه علشان عشيره النمور بحالها تطرده. جوي بيفكر في تشينج وعلاقتها بالامير سو، وبيكون شايف انها لو اتجوزته فده هيقرب شين حبيب اختها من الامير سو، وما يعرفش اصلا انهم قريبين من بعض ومتحالفين مع بعض كمان. علشان كده جوي بيحاول يتجوز تشينج، وهو بيقول لها ان هو عايز يتجوزها لكنها بترفضه. جوي وهو في طريقه لباع الاحجار الاعمى بيقابل مجموعه من المتنمرين بيضايقوا بنت صديقته في الاكاديميه، فبيهجم عليهم وبينقذها. وبعد ما جوي بيضربهم بيعرف ان واحد فيهم من فريق تحقيق القانون، وفي ناس كتير بتبقى في صفه وكمان عايزين يعاقبوا جوي رغم ان هو اللي بدأ القتال. وللاسف محدش من الموجودين بيتكلم، وجماعه تحقيق القانون بيطلبوا القبض على جوي علشان يتحاكم، ولكن جوي بيرفع سلاحه وبيقول لهم اللي يقدر يقبض عليا يعملها. وبعد ما بيحذروه ان هو ممكن يطرد من الاكاديميه بيقول لهم ان هو هيبلغ عميد الاكاديميه انهم بينفذوا قانون ظالم عليه، واول ما بيعرفوا ان هو تلميذ العميد بيخافوا. رئيس فريق القانون بيقول لهم ان الموضوع بقى شخصي وان جوي يتحدى فريق تطبيق القانون ولازم يتقبض عليه. جوي بيستفزه وبيقول له لو عايز يقبض عليه يعمل كده بنفسه، فبيهجم عليه على طول، لكن جوي بيقضي عليه بكل سهوله. الشخص بقى اللي كان عايز يحاكمه بيبقى اسمه يوي، بيجري بسرعه وخايف ولكن بيتوعد جوي بالمحاكمه. جوي ما بيسيبوش وبيمسكه وبيضربه وبيقول له ان ده عقابه علشان يضايق الناس مره تانية. ساتو وجوان بيقطعوا جوي علشان في مشكله مهمه، وبيعرفوا ان في مجموعه كبيره من قطاع الطرق عاملين قلق في المملكه ولازم يقتلوهم. واثناء ما هم قاعدين بتوصل الاميره رودي ومعاها 2 من اقوى الفرسان، وبتكون عايزه تنضم لجوي واصحابه على العشاء، ولكن جوي بيلاحظ طريقه تعامل الفرسان اللي معاها فبيقوم وبيسيب المكان، خاصه لما بيعرف انهم فرسان من عشيره شومينج وهنعرف قصتها بعدين. بس جوي بيلاقي انهم كده هيبقوا انتصروا عليه، فبيروح يقترح على الاميره انها تروح معاه لمكان اكتر خصوصيه، وهي بتوافق وبتسيب الفرسان الباقيين. الفارسيين بقى بيرجعوا متضايقين من جوي، بيكونوا متوعدين ان هم ينتقموا منه، والامير بيبقى متعصب جدا علشان اول مره واحد يقدر يخطف منه واحده. بنعرف ان الفارس اللي معاه عامل الخطه دي كلها علشان يسخنوا على جوي يخلص منه. الامير ده بيبقى اسمه شيون، ولازم تفتكره كويس علشان مهم الاحداث اللي جايه. المساعد بتاعه بيقول له ان هو هيساعده يتخلص من جوي وكل اللي معاه، وبيعرفوا على يوي اللي كان عايز يحاكمه، وبيكونوا كلهم حلفاء على جوي علشان يخلصوا منه. الاميره بتبلغ جوي بشويه اخبار وصلتها من المملكه، وبتقول ان حصل معركه صغيره بينهم وبين عشيره الظلال، ولكن اخته ياير بخير لكنها للاسف لسه مع عشيره الظلال. بالليل اثناء ما جوي بيحسن طاقته هو والقرد بنشوف مجموعه من قاده الاكاديميه شايفين الطاقه اللي خرجت، وبيعرفوا ان سببها هو القرد الشيطاني. ولما بيقربوا منه جوي بيخرج يعتذر لهم وبيقول لهم ان هو مش هيسبب ازعاج مره تانية. تاني يوم مجموعه كبيره من امراء وطلاب الاكاديميه بيخرجوا علشان يحاربوا قطاع الطرق، وللاسف شيون بيبقى على راس مجموعه جوي وهو اللي بيقودهم. المجموعه بتريح في الطريق، والجوي بيسيب الحصان الشيطاني بتاعه لحد الصبح، ولكن يوي بيبقى مراقبه وبيقول له ودعه كويس علشان مش هتلاقيه موجود الصبح اصلا. ولكن قبل ما يسم الحصان بيضربه، وجوي بيقوم مع القرد وبيروحوا على هناك. القرد بيقول لجوي ان يوي هو اللي عمل كده وهرب لغرفته. تاني يوم يوي بيصحى بيلاقي الحصان بتاعه هو اللي مات، والكل بيبقى فاكر ان في وحش مرعب هجم عليه. يوي بيتهم جوي ان هو اللي عملها وبيهجم عليه، لكن جوي بيطيره. طبعا الشيون بيقف في صف يوي، لكن جوي ما بيهتمش بيه وبيقول له لو عايز تاخد صف انضم له براحتك. ولكن القائد التاني للمجموعه بيوقفهم علشان سمعه الاكاديميه. المجموعه بتصل عشيره شانغ هان، والامير بتاعهم هو كمان بيكون بيكره جوي علشان اتخانق معاه قبل كده، حتى انا مش فاكر امتى بالظبط. شيون بيفرح ان كل ما كان في اعداء لجوي وكده هيقدر يتخلص منه بشكل اسهل. جوي بيتعصب على الامير وبيضربه وبيقول لهم لو عايزين مساعدتهم في القضاء على قطاع الطرق لازم يبعدوا اي خلافات شخصيه عن الموضوع. الامير بيرفض يقبل كلام جوي وبيطلب من رجالته يهجموا عليه، والشيون بيرفض يتدخل علشان دي خلافات شخصيه مش هيعمل حرب بين العشيرتين بسببها. طبعا جوي بيقضي على كل حراس الامير، والشيون بيعرف مدى قوه جوي وبيقول انه لازم يخلص منه في اسرع وقت. جوي بيبقى قدامه فرصه يقتل الامير بتاع شانغ هان، لكنه ما بيرضاش يعملها علشان الامير بيحلف ان هو مش هيتعرض لجوي مره تانية لحد ما بيخلصوا مهمتهم. واحد من اللي موجودين بيبقى عاقل وبيقنعهم يعملوا مصالحه علشان ما يضروش بالمملكتين، وجوي بيوافق. جوي واصحابه بيعملوا اجتماع صغير كده علشان يعرفوا هيتصرفوا ازاي مع الناس دي، خاصه ان في مملكتين عاملين معاهم مشاكل. ولكن جوان وساتو بيبقوا شايفين انهم يستغلوا الموضوع علشان يحسنوا طاقتهم، وجوي بيتفق معاهم وبيقول لهم انهم خرجوا من الاكاديميه خلاص ودلوقتي لازم يواجهوا العالم ده ومفيش مجال للهروب. واثناء ما بيكونوا قاعدين بيفكروا يعملوا ايه مع المتمردين وقطاع الطرق، بينضم لهم الشخص العاقل لمنع القتال وبيكون اسمه لياو، وبيكون قرر ينضم لجوي.
جوي بيعرف من لياو ان شيوم حطوهم في مجموعة واحدة للقتال، وده علشان يواجهوا مجموعة ضعيفة من المتمردين، لكن جوي بيكون عارف من القرد اللي استطلع المكان وان المتمردين اللي هيواجهوهم هم اقوى مجموعة، وشيوم كان عامل لهم فخ علشان يموتوا. ولكن تاني يوم المجموعة بتتحرك وشيوم بيبقى مطلع معاهم جنود ضعفاء، والكل بيبقى فاكر انهم هيواجهوا مجموعة ضعيفة. الجنود بعد ما بيوصلوا بيتعصبوا على القائد لانه بعتهم هنا علشان يموتوا، وبيكونوا عايزين يشتكوا الامبراطور، لكنه بيقول لهم ان في دعم جاي لهم وكل حاجه هتبقى تمام. القائد بيبقى عايز يهرب من المكان، ولكن جوان بيوصل وبيقتله. بعدها بيقول للجنود ان الملك عامل لهم فخ علشان يقتلهم، ودلوقتي قدامهم طريقين، يفضلوا هنا ويموتوا او يرجعوا مع جوي يساعدوه علشان يقتل الملك الشرير بتاعهم. كل الجنود بيوافقوا ينضموا لجوي اللي بيشرح لهم الخطه بتاعته. ساتو في الاول بيقود الجنود علشان يدخلوا معركه مع قطاع الطرق، ولكن بعد شويه بيهربوا على طول. قائد قطاع الطرق بيستغرب انهم هجموا عليهم، بعدها انسحبوا بسرعه، بيبقى شاكك ان في حاجه غلط. فعلا دي بتبقى خطة من جوي علشان اخبار هروبهم توصل للمملكة وباقي القوات، والشيوم يفتكر ان خطته نجحت. ولما قائد قطاع الطرق يخرج بيهم علشان يستكشف اللي بيحصل، بيلاقي جوي راجع له تاني هو نفس الجنود وبيهجموا عليهم، لكن المرة دي جوي بيبقى عامل حسابه وبيقتلهم كلهم وبيعلنوا فوزهم في القتال، وباقي قطاع الطرق اللي بيهربوا بيطردوهم. جوي بيسيطر على المكان بتاعهم وبيلاقي مجموعة كبيرة من الاحجار الروحية وبيقرر يرجع بيهم المدينة. جوي بيطلب من لياو انه يرجع مع جنود لباقي القوات، وهو مش هيكمل معاه من هنا هو واصحابه، لانه لو رجع هيحاولوا يقتلوه. جوي قبل ما يمشي بيسلم لياو حجر روحي هديه علشان قاتل معاه، وبيقول له ان هو هيرجع الاكاديميه بعد 3 شهور. ايه اللي هيحصل مع جوي؟ وليه مش هيرجع الاكاديميه دلوقتي؟ وليه بعد 3 شهور؟ وهل هينجح في انقاذ يوير من عشيره الظلال؟ كل الاسئله دي نعرف اجابتهم لما نشوف الاجزاء اللي جايه من الانمي الجامد جدا حكايه جوي. كمان عايز اقول لك ان عندنا قناه اسمها انمي رايق بينزل عليها كل الانميات الحصريه اول باول، واسيب لك اللينك بتاعها في الوصف وكمان في اول كومنت. ما تنساش تبص عليها بصه وتروح تشترك فيها علشان تستمتع بكل الانميات الحصريه، ولو عايز انمي معين ممكن تقول لنا هناك في الكومنتات واحنا هنعمله لك. سلام. جوي بعد ما قضى على المتمردين قرر ان هو ما يرجعش الاكاديميه، وطبعا الكلام ده ساب تساؤلات كتير عند اصحابه، لكنه قال لهم ان هو معاهم فرصه لقتال باقي المتمردين وتحسين من مستوى تطورهم. جوي واصدقائه بيروحوا يراقبوا مجموعه من المتمردين اللي بيبحثوا عن الاحجار الروحيه في الغابه، وجوي بيراقبهم شويه وبعدين بينقض عليهم هو وفريقه وبيقضوا عليهم كلهم. بعد كده وبعد ما بيستكشفوا الاحجار اللي لقوها، جوي بيلاقي انها احجار ضعيفه ولازم يدوروا هم على الاحجار الاقوى بنفسهم. تاني يوم جوي بيبقى في جوله لوحده في الغابه وبيتعرض لهجوم من شخصين والنسور بتاعتهم، ولكن قبل ما القرد يقاتلهم جوي بيوقفه وبيقول له ما يتسرعش في الهجوم. الاثنين دول بيكونوا العجوز فانج وحفيدته تشي، وبيكونوا منبهرين بمستوى القرد الخاص بجوي. البنت بتعرض مبلغ كبير جدا على جوي علشان تشتري القرد، لكنه بيرفض وبيمشي بسرعه. تشي بتكون متضايقه وبتطلب من جدها يتصرف، لكنه بيقول لها ان هي مش هتقدر ترشي اي حد بفلوسها. وبعد ما بيرجع لاصحابه بيقابلهم مقاتل من المتمردين وبيبقى جاي ينتقم منهم علشان قتلوا المتمردين في المعسكر بالليل. المقاتل ده بيبقى قوي جدا واسمها ياما، وجوي بيبقى عارف عن قوته وبيكون شايف ان مفيش طريقه يهربوا منها، فبيقرر ان هو يقتلوه. ياما بيقدر يوقعهم على الارض كلهم بضربه واحده، حتى جوي ما بيقدرش عليه. ياما بيبقى عايز الاحجار اللي سرقوها من المتمردين وبيكون على وشك ان هو يقتل جوي لو ما سلمهاش، ولكن القرد بيتدخل وبيستخدم طاقه قويه جدا وبيحرقه. ياما بيتعصب وبيهجم على القرد، لكن تشي بتوصل للمكان وبتدافع عنه. تشي بتبقى قويه جدا وبتقدر تضرب ياما اكتر من ضربه بالسيف بتاعها، وياما بيستجمع قوته وبيكون هيقتلها، لكن العجوز فانج بيمنعه وبيقول له محدش يجرؤ انه يلمس حفيدته. ياما بيشوف العجوز فانج وبيترعب، وليه حق يترعب بصراحه لان العجوز فانج بيستخدم سحر غريب وبيجيبه على الارض من غير حتى ما يلمسه. جوي بيشكرهم على انقاذه، ولكن تشي بتقول له انها ما عملتش كده علشان تنقذه هو، انما علشان تنقذ القرد الصغير. تشي بترشي القرد بحجر الطاقه الشيطاني اللي معاها وبتقول له انها تقدر تديه احجار كل يوم لو قرر يفضل معاها. جوي بيقول لها مستحيل القرد يسيبه علشان الاحجار الشيطانيه، ولكنه ما بيكملش كلامه وبيلاقي القرد راح مع تشي. جوي بيقول لها مش مهم، كده كده الحصان الشيطاني معاه احسن من القرد. ولما تشي بتشوفه بتكون عايزاه هو كمان، بس جوي بيقول لها الا ده. في الاخر جوي بيودع القرد وبيقول له يقدر يمشي مع سيدته الجديده، ولكن القرد بيسرق الحجر الشيطاني منها وبيهرب وبيرجع بسرعه لجوي وبيقول لها ان هو خدعها. العجوز فانج بيقول لها ان صعب تغير ولاء وحش صغير للسيد بتاعه ولازم تسيب القرد زي ما يحب. العجوز بيكون عايز يعرف ازاي جوي بيقدر يحدد قوه احجار الطاقه، وجوي بيبدا يشرح له ان هو بيعتمد على اشكالها. العجوز بيبقى معجب بقوه جوي واصحابه وذكائهم وبيكون فاكرهم من مملكه شينجهان، ولكن جوي بيعرفه انهم من الاكاديميه الملكيه وجايين علشان يساعدوا شينجهان في قتل المتمردين. العجوز بيقول له ان هو كمان جاي هنا علشان يدور على الاحجار الروحيه وبيطلب منه ينضموا له في البحث عنهم. جوي ساعتها بيوافق، والعجوز فانج بياخده معاه على النسر بتاعه وبيطلعوا لقمه الجبل، وجوي بيختار قمه
مهمه جبليه معينه يدور فيها. فعلا بيحفروا هناك تحت شجره كبيره وبيلاقوا حجر روحي ضخم جدا، لكن العجوز فانج بيقسم الحجر وبيطلب من جوي ياخد نص الاحجار وهو هياخد الباقي. العجوز بيقول لجوي جمله ان الحجر ده من الارض الخارجيه، وجوي بيساله اذا كانت من الارض المقدسه ولا لا. العجوز بيلاحظ ذكاء جوي وانه عرف انه من الارض المقدسه، والكلام ده عرفه لوحده، فبيديله الرمز الارض المقدسه وبيقول له ان في يوم من الايام هيروح هناك. العجوز بيمشي والكل بيكون مستعجب ان هو ادى لجوي الرمز ده، ولان الرمز ده اسطوري جدا والامبراطور نفسه لو شافه لازم ينفذ اوامره. جوان بيقول لجوي ان مكان الرمز ده هو قصر كانكشون في الارض المقدسه، وده بيحكم عدد كبير من الممالك والسلالات. بعد شويه ساتو بيطلب من جوي ان هم يرجعوا الاكاديميه علشان يقتلوا الامير يشيوم، ولكن جوي بيطلب منه يصبر شويه لحد ما يحسنوا طاقتهم بشكل اكبر. جوي واصحابه بيرجعوا لمملكه شنغهان، لكنهم بيتفاجئوا ان الامير اللي جوي كان هيقتله مش ناسيه وحاططهم في قائمه المطلوبين. جنود المملكه بيوصلوا بيحاولوا يقبضوا عليهم، ولكن ساتو مستواه بيبقى اتحسن جدا وبيهجم على قائد الحراس لوحده وبيكون عايز يقتله، ولكن بيظهر واحد من الامراء وبيمنعه وبيطلب كمان من واحد من المقاتلين ان هو يقتلهم. جوان بيقف جنب ساتو وبيقول له سيب لي انا المقاتل ده، وبيهجم عليه وبيقضي عليه بكل سهوله. جوي بيكتشف ان المقاتل ده يبقى حفيد الامير وبيبقى مستغرب ان هو سايبه يتضرب كده، بس بعدها بيعرف ان هم بيضيعوا وقتهم علشان مستنيين التعزيزات، فبيطلب منهم يقضوا عليه بسرعه. وفعلا جوان بيقتل المقاتل الصغير حفيد الامير، ولما الامير بيحاول يتدخل جوي بيهجم عليه وبيقضي عليه بكل سهوله. وساتو بيفضل يقتل في باقي الجنود والحراس، وبعد ما بيخلصوا عليهم كلهم بيهربوا، وده لان بعد ما الاخبار تنتشر اكيد الجيوش كلها هتيجي وراهم. جوي ما بيكونش عارف يكمل طريقه مع صحابه بسبب وجود نسور الرياح الضخمه اللي بتراقب المكان، وبيكون لازم يقضي عليهم الاول علشان يعرفوا يهربوا. ولكن في الاول جوان وساتو بيهجموا على تيم الحراس اللي بيدوروا عليهم وبيقتلوهم، وبيستنوا هجوم النسور علشان يمسكوهم، وبيقدروا يعملوا كده بمساعده القرد الصغير. ولكن واحد من النسور اصدقائه بيقدر يهرب، وجوي بيكون متاكد ان هو هيجيب باقي جنوده وبيرجعوا لهم ولازم ينسحبوا دلوقتي. وبعد ما بيكملوا في طريقهم بيتفاجئوا بوجود نهر، وجوي بيتعصب علشان مشي في الطريق الغلط. جوي ما بيلاقيش قدامه حل غير انهم يعدوا البحر او يرجعوا تاني لمملكه شنغهان، وساعتها هيموتوا. طبعا بيقرر يعدي البحر، ولكن بيكون خايف ممكن يواجهوا ايه هناك. جوي بيروح يقابل صاحب مركب وبيدفع له مبلغ كبير علشان يوافق على نقلهم لمملكه ياو يانج. المراكب بتتحرك في البحر، ولكنهم بيتحصروا من اسطول مراكب قراصنه علشان يسرقوا بضايعهم. زعيم القراصنه بيقابل قبطان السفينه في البدايه علشان يطلب منه يسلموا البضائع بدون ما يقتلوا اي حد، ولكنه بيرفض وبيعرض عليه مبلغ ضخم مقابل ان هم يسيبوهم في حالهم. ولكن زعيم القراصنه ما بيفوتش وبيكون شايف ان هم بيستقلوا بيهم، وعلى طول بيدي الامر بالهجوم على المراكب. واحد من القراصنه بيدخل غرفه في المركب وبيلاقي اميره من ياو يانج، فبيهجم عليها، ولكن جوي ساعتها بيتدخل. جوي بيقتل القرصان بكل سهوله وبيحمي الاميره. ساعتها قال القراصنه بيهجموا عليه، ولكن جوي بيقضي عليهم كلهم بكل سهوله. في الوقت ده زعيم القراصنه بيقاتل القبطان وبيكون هيقضي عليه، لكن جوي بيوصل وبيقف في وشه وبيقول له ولا حاسب لفلقك نصين. جوي ساعتها بيقابل واحد من مملكه ناو نانج وبيقول له ان هو عامل تحالف مع المملكه دي واسرته عايشين معاهم كمان، ولكن بيقول له نتكلم بعدين في الموضوع ده علشان دلوقتي قدامهم خناقه مع القراصنه ولازم يخلصوها دلوقتي حالا. زعيم القراصنه بيهجم على جوي، ولكن بيحس بحاجه غريبه وما بيقدرش يتحرك، وبنعرف ان جوي اتعلم مهاره التحكم في عقل الخصم. القراصنه بيلاقوا انهم مش هيقدروا على جوي، فبيرجعوا لمراكبهم وبيحاولوا ان هم يغرقوا مركب البضائع. ساتو بينط في الميه علشان يحتمي، وده لان بيعرف يقاتل في الميه، وجوي ساعتها بيروح وراه. الاثنين بيقتلوا مجموعه كبيره من القراصنه تحت الميه، وزعيم القراصنه بيطلب المراكب بتاعته بالانسحاب فورا، ولكن جوي بيهجم على المراكب من تحت وبيدمرها علشان تغرق. بعدها بيرجع المراكب السليمه بتاعتهم علشان يكملوا رحلتهم لياو يانج، وبعدها بيقابل الشخص من ناو يانج علشان يكملوا كلامهم وبيعرفوا ان هو من سلاله لونج. واثناء كلامهم جوي بيشوف 2 اشخاص بيغرقوا وبيقرر ينزل وينقذهم، والاثنين دول بيبقوا الاميره ومساعدتها الصغيره اللي للاسف بتكون على وشك انها تغرق، بس الاميره بتنقذها رغم ان ده ممكن يكلفها حياتها. لكن جوي بيوصل في الوقت المناسب وينقذهم هما الاثنين. وبعد فتره جوي بيوصل لمدينه ناو نانج، وهناك بيقابل صديقه نانج اللي بيقول له ان هو في حاجه حصلت مع اسرته ولازم يرجع في اسرع وقت ويشوفه بنفسه. جوي بيرجع وبيقابل جده اللي بيكون قرر ان هو يتقاعد من قياده الجيوش بتاعه نانونج لانه تعب وكبر في السن، وكمان بيقول انه مفيش طريقه يقدروا بيها ينقذوا يوير، وعلشان كده هو متضايق من نفسه علشان ما قدرش يحمي حفيدته. بعدها بيقول لجوي انه يوير طلعت من سلاله الشيطان، ولكن جوي بيبقى عارف ان ده الكلام من زمان اصلا، وبرضه مصر ان هو ينقذها. الجد بيحكي له عن ابوه لورين اللي كان بيقاتل من 17 سنه، وفي واحده من سلاله الشيطان وقعت في حبه والرغم ان هو قدر يهزمهم، وبعدها اتعرف عليها وخلفوا يوير. وبكده نعرف ان يوير مش اخت جوي ولكنها بنت من سلاله الشيطان، وان لورين ادى يوير للجد علشان يرعاها لان عشيره الظلال كانت بتدور عليها طول الفتره دي علشان تقتلها. على الناحيه الثانيه بنشوف ميانج حبيبه جوي اللي بتكون مستنيه جوي في الاكاديميه لاكثر من 4 شهور ولكنه ما بيرجعش، وواحد من الامراء المشهورين بيعرض عليها الجواز، ولما بترفض بيقرر ان هم ياخدوها بالعافيه. ولكن ميانج ساعتها بتستخدم قوه
الشيطان بتاعتها، الكل بيعرف انها من سلاله الشيطان وبيخافوا منها. نيانج بتحاول تهرب ولكن الحراس بيقدروا يقبضوا عليها وبيكونوا عايزين يقتلوها، لكن ساعتها جوي بيوصل. جوي بيهزم كل الحراس وبينقذ نيانج وبيقف في وش ياو لان، وده لان معاهم طار قديم. الامير السابع بيحاول يقاتل جوي لكن جوي بيقضي عليه بضربه واحده في الاول، وياو ساعتها بيخاف من جوي بيحاول يهرب لكنه بيطارده وبيمسكه. في الاول بيقتل كل اللي معاه خاصه امه اللي ضربت ام جوي في البدايه خالص لو فاكرين، وكانت بتحاول كمان تقتلها. بكده جوي يكون انتقم من اخواته الغير اشقاء ياو، والباقي اللي حاولوا يقتلوه في البدايه ويقتلوا امه كمان. الاخبار بتوصل لسلاله لونج وملكها اللي ماسك الحكم بالغصب مكان جوي، وبيبقى طبعا عايز ينتقم ويقتل جوي علشان ما يرجعش ويحاول يستولي على الحكم مره ثانيه. امراء لونج بيروحوا الاول لجد جوي علشان يطلبوا منه يبلغهم مكان جوي. ساعتها بيبقى مستغرب ايه اللي عمله جوي علشان يغضب الحكام الثلاثه للونج. جوي بيوصل في اللحظه دي وبيقول له لجده ان هو ما عملش حاجه غلط وانه كمان مستعد يرد على اي حد حابب ان هو يواجهه. الامراء بيحاولوا يقتلوا جوي ولكن الجد بيتدخل وبيقول لهم انهم موجودين في مكانه ولو حد استجرى على القتال ده لازم يقتلوه هو الاول. الامراء ما بيرضوش يغضبوا الجد وبيمشوا لكنهم بيتوعدوا لهم بالانتقام. بعدها الجد بيطمن جوي ان امه في امان وانه حتى هو مش خايف من عائله لونج وممكن يواجههم لوحده كمان. جوي بيقرر يرجع الاكاديميه مع اصحابه ولكن اول ما بيوصلوا بيجي لهم اخبار الامير يوي مات. جوي بيتضايق لانه كان صديق ليهم وقف جنبهم في قتال المتمردين، ولكن مش دي المشكله يا اصدقائي. المشكله ان لجنه تطبيق القانون بتتهم جوي ان هو اللي قتله وكمان بيحاولوا يقبضوا عليه. جوي المره دي بيرفض يقاتل وبيقرر يروح لرئيس تطبيق القانون وهناك بيطلب منهم يعترفوا بالجريمه، ولكن جوي بيرفض وبيطلب منه يسمع الجزء بتاعه من القصه لكنه بيرفض يسمع كلامه وبيكون حكم عليهم اصلا. ولما جوي بيلاقي ان مفيش اي حل الحقيقه بيقرر يقاتل ويهرب من المكان ده. جوي بيلاقي نفسه محاصر فبيطلب من صحابه يهربوا ويطلبوا الدعم وهو هيأخرهم، ولما بيروح يجيبوا الدعم ويرجعوا بيكون جوي قضى على كل الجنود ولكن بيبقى تعب جدا من القتال. جوي بيفوق بعد شويه وبيعرف اخر الاخبار بعد المعركه وبيبقى سعيد جدا بالفوز وفخور بكل جنوده. الجد بيطلب منه يرتاح لان جسمه لسه ما اتعالجش تماما. تاني يوم نانج بيزور جوي علشان يشكره لان بمساعدته وعيلته هتقدر تقوم باعمال التجاره بتاعتها زي ما هي عايزه. نانج بياخد جوي واصحابه علشان يعزمهم في واحد من اغلى مراكب المدينه، واصحاب النفوذ بس اللي بيقدروا يزوروا المكان ده، ولكن بيتفاجئ لما بيوصل الحراس يرفضوا دخولهم لان في اشخاص اهم حاجزين المكان. اثنين من الناس المهمين دول بيوصلوا بيهينوا نانج وبيقولوا له ان مش اي حد يركب مركب دي يا ابني في مالك. نانج ساعتها بيتعصب ولكن جوي بيقول له عنك انت طالع دي وبيخوفهم بطاقته الجباره وبيوقعهم في الميه. بعدها بتيجي سيده جميله بتدعوهم يدخلوا المركب بتاعها وانا اقف معاكم لحد هنا او زي ما الانمي واقف لحد هنا. طبعا اول جديد هينزل هننزله على طول فورا في القناه، فكل اللي عليك دلوقتي انك تدعمنا بلايك واشتراك في القناه وتفعل زر الاشعارات ضروري علشان الحكايات والقصص الجديده توصلك اول ما تنزل على طول. سلام.